أعزائي المشاهدين، أخباركم إيه؟ كتير مننا بيبقى عنده حتة الذكريات بتبقى مهمة جدا 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 بالنسبة له. إنك تقعد تفتكر حدث كان بيحصل لك زمان، وتفتكر السنة ديت كانت سنة كام، وتفتكر الأشخاص. ويجي حاجات بقى بتذكرك اللي هي الأشياء اللي هي كانت مثلا ألعابك اللي أنت كنت بتلعب بها وأنت صغير، مثلا كتبك اللي كنت بتذاكر فيها، الموبايلات اللي انت كنت بتشيلها، حاجتك اللي انت كنت بتستخدمها. لما بتشوفها بعد فترة 5 سنين 6 سنين بتفكرك بحاجات جميلة، بتفكرك ان مثلا كانت الايام دي اسوأ حاجة، بس لما الوقت عدى حسيت واتأكدت ان الايام دي كانت فعلا ايام جميلة، ونقول يا ريتها ما كانت عدى. يعني لو عشت طفولتك ولقيت لعبة من ايام الطفولة معاك، وتذكرك بقى بتاريخ كبير جدا. يعني عندكم مثلا لعبة زي دي، قربها شوية للكاميرا. ده موتوسيكل، ده كان خالي جايبه من أمريكا، كان في 2005 2004 2004. أنا فاكر كويس لأنه كان باعت جواب وقتها وكان مكتوب عليه التاريخ. دي كانت لعبة كنت بلعب بيها زمان وأنا صغير. كنت صغير أوي على فكرة، كنت كبير شوية، بس كانت حلوة يعني. لقيتها بالصدفة كده وأنا بفتش وبدور على حاجة، لقيتها ولقيت شوية حاجات برضو هوريها لكم اهيت. بس ايه، واحدة واحدة. يعني مثلا النضارة دي، النضارة دي كنت جايبها في 2013 ب 15 جنيه. فكرتني بحاجات كتير جدا. 2013 ده كان عندي وقتها 18 سنة. انا مش شايف منها حاجة الحقيقة، ومش شايف نفسي، بس شوف بقى جبتها منين والكلام ده. انا كنت جايبها من اسكندريه، كنت في البحر هناك وجبتها. شوف بقى، افتكر بقى يوم كامل بقى في اسكندريه وخروجات كتيره خرجت بيها. سيبك من ده، هنبدا بيه ده الاخر. هنبدا بده الاول. الموبايل ده كنت شايله، كان جايلي موبايل كان بخطين، كارت ميموري كان اسمه سيروكو. اللي شايل الموبايل ده قبل كده يحضر لي هنا بقى في الكومنتات. كان موجود في 2011 2010، يعني في الوقت ده، وقبل 2010 كمان. وبعد كده شلت ده. الموبايل ده كان جميل جدا، حتى مفكوك اهو. احب انا احافظ على الحاجات دي، بتفكرني بحاجات جميله. يا كلمت بقى الموبايل ده، كلمت بيه مين؟ ده انا قبلهم كان معاه موبايل كان بيفتح نت، كان موبايل نوكيا، بس مش لاقيه الصراحه، كسر 100 حته. 3 موبايلات شلتهم قبل دول مش لاقيهم. ايام. عندك ده برضو بشريحتين وبكارت ميموري. البطاريه بتاعته هنا، كان له بطاريتين، بطاريه الجراب بتاعته بطاريه تشحن من هنا غير دي. كان الصوت بتاعه ايه ما شاء الله. وعلى فكره في قلم، كان في قلم بس مش عارف ما بيخرجش ليه، هو تقريبا متشال. لو ركزتوا معايا هتلاقوا ان هنا مكان قلم. كان في لعبه كده كنت بلعبها عليه بالقلم ده. بس اصدقائي بقى اللي كنت بكلمهم على الموبايل ده والاغاني اللي كنت بحملها عليه كانش في مهرجانات لسه طلعت. كانت ايام جميله، فكرني برضه بحاجات حلوه كتير وبذكريات جميله. وبعد كده شيلنا الجي تايد ده قريب برضه، ده كنت في الجيش. ده قديم برضه، سامسونج اول ما طلع بقى الحاجات التاتش. انا وقع مني تليفون، وقع مني تليفون كان جميل جدا، كان اسمه اشا 230. كنا في 2014. ده برضه موبايل سامسونج اول ما التاتشات بقى بدأت تطلع. وبعد كده ده الزد دي تي اي، اهل السعودية هم اللي عارفينه. ده كان جاي من السعودية وبرضه اتحرق. وبعد كده الجي تايد ده، الجي تايد ده جي 8، كنت جايبه وانا في الجيش 2015.
وبعد كده موبايل تاني برضو زراير باتنين خط وكارت ميموري اسمه هيرو. شركة هيرو دي جديدة طبعا مش زي الشركات التانية. ده بقى كان في حوالي 2017 غير في تليفونات تانية تاتش اتكسرت. ثواني هجيب لكم موبايلات تانية واجي. ورجعنا لكم تاني وجبت الموبايلين هما اللافا ده، لافا زد 81. اللافا ده برضو كان معايا من فترة 2019 كنت جايبه في 2019 برضو اتكسر. شايفين عامل ازاي؟ انا مسيبش حاجة سليمة، انا اتكسر 100 حتة. بس كان موبايل كويس جدا. الموبايل ده كان هندي. وعندك الموبايل ده من فينيكس برضو ضرب شاشة. حاجة بقى عارفين ده الاول ده جنيه تمام. في 2002 زمان كنت قاعد عند عمتي في اسكندرية وبنت عمتي عملت لي هدية في 2002. انا مواليد 95. اشوف 2002 ده كان عندي كام سنة؟ تمام، كان عندي 7 سنين او 8 سنين اهي. فحرت لي ولا انا اهي، شوفوا الجنيه سليم اهو. شايفين الحتة دي عاملة ازاي؟ محطوط فيها صورتي. هدية جميلة جدا جدا ولسه محافظ عليها لحد النهاردة. اكنه لسه الجنيه لسه بتاع السنة دي، اكنه لسه بتاع السنة دي 2002 12/8/2002. حتى التاريخ بتاع الجنيه. وفي ورقة تانية جواب تاني كان مكتوب فيه التاريخ. ودي حظاظة كنت جايبها ايام الاعدادي. كانت برضو جميلة، تحب البسها. ايام كنت بلبس حظاظات وسلاسل بقى زمان، ده قبل ما ادخل الجيش كمان. يعني عندي دلوقتي 29 سنة، يعني فاضل لي سنة واكمل 30. وبكلمكم في حاجات من 20 سنة ومن 27 سنة. يعني في حاجات في ليها ذكريات قديمة جدا. يعني انتوا عندكم مثلا الالعاب اللي كنت بلعب بيها. انا كان في اماكن كنت عاين فيها الحاجات دي بس مش عارف راحت فين. بس بامانه اهتموا بذكرياتكم واهتموا بالحاجات البسيطه اللي هتفكركم بحاجات جميله بعدين. اقعد بقى كده حوالين منك وافرش كوم الحاجات وانت هتقعد تفتكر تاريخك كله. متنساش تعمل لنا اشتراك ولايك وتصلي على النبي في الكومنتات. سلام عليكم.